عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، نحن سمعنا منك في أول النهار أنه لا يجوز للإنسان أن يكفر إنسان من أهل الفرق الضالة حتى تقام الحجة عليه وحتى يقيم الحجة عليه. من الذي يقيم الحجة على أهل الضلال؟ بارك الله فيك. أحسن. هم أهل العلم الذين قيل فيهم قديما وكانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل. والنتيجة العملية لهذا الجواب أنه لا يجوز تكفير مسلم على وجه الأرض من أي شخص كان، خاصة من هؤلاء الشباب المتهور. هذا أولا. ثانيا، أنا أعتقد أن الذين ينزعون ويلهجون بتكفير حتى بعض الفرق الضالة هؤلاء أتوا من الفراغ، وإلا لو فكروا في أنفسهم لوجدوا فيها ما يشغلهم عن الاهتمام بغيرهم، هذا الاهتمام الذي لا يفيدهم شيئا إطلاقا إن لم يصبهم الضرر، لأن خطورة التكفير ما بعد خطورة بعد قوله عليه السلام: من كفر مسلما فقد كفر، وفي الرواية الأخرى فقد باء به أحدهما. ثم يصبح هذا نهجا لهم يترقون في الضلال ويأخذون بتكفير المسلمين الذين هم معهم في الخط إن لم يكونوا خيرا منهم في الخط. ولذلك خلاصة جوابي هذا هو أن أقول للشباب: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا هو الجواب. نعم.